بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل محشي كرنب النهارده. هو لسه طالع بشاير. بس طلع حلو، طعمه حلو جدا بصراحة. احنا قلنا نعمله، الجو لسه حر وكل حاجة، بس انا كان نفسي فيه بصراحة، فقلت اعمله معاكم. انا ما عملتوش قبل كده على الصفحة ولا على القناة، فهنعمله مسبك. انا عادة بعمله اللي هو بحب خرط الطماطم قوي، يعني اللي هو ني في ني زي ما بيقولوا، بس انا المرة دي عملته متسبك. هنبتدي 3 بصلات كبار، هنقطعهم صغير، نحط عليهم سمنة على زيت. سمنة على زيت، وندبلهم لحد ما يبتدوا ياخدوا اللون الأصفر شوية كده. كمية الطماطم كانت حوالي 2 كيلو، ودول 3 بصلات كبار. الخضرة ابتدت ترخص اهي وتكبر شوية، كانت الحزمة ما فيهاش. تمام، هو اللون ده حلو قوي كده. هننزل عليه بحوالي 2 كيلو طماطم. اللي حابب يقطعها صغيرة يقطعها، وبلاش يعملها ني في ني. في كمان بنعمل ميكس، احيانا بنعمله متسبك على برضو في الاخر بعد ما بيتسبك بنقطع طماطمتين صغير كده وبصلايه كبيره نيه برضو من غير تحمير. دي له كذا طريقه. هنحط مع معلقه صلصه بس مدوباها في شويه ميه، وهنسيب الكميه دي تتسبك لحد بقى ما نكمل باقي الحاجه. نسلق بقى الكرنب، ونقطع الخضره لحد الكميه دي ما تتسبك. هي بتاخد وقت لان انا عامله كميه حلوه يعني. ملح وفلفل مش اكتر يا جماعه. اللي حابب بالكتير قوي ممكن يحط شويه كمون، علشان يهدي. يعني انتوا عارفين علاقه الكرنب بالقولون، فاللي حابب يهدي الدنيا يعني يحط شويه كمون. هو مش بيدي طعم كمون في الاكل خالص. تمام، كده هي الشكل اللي انا عايزاه كده. هو بنكمل سلق الكرنب، احنا كنا سلقنا كميه. دي الخضره. التوم يا جماعة، اللي هيقول لي ما بنحطش توم في المحشي، لا يجرب بقى الطريقة دي. انا لازم احط 4 فصوص توم كده، اهرسهم مع المحشي. اولا ما بيديش طعم توم، بس بيدي ريحة حلوة، ولا بيدي ريحة توم، هي بتطلع ريحة المحشي حلوة بس. هننزل بكمية الطماطم اللي عملناها، والرز، وخلص كده وهنبتدي نحشي. بشاير الشتا يا جماعة، هو لسه الكرنب في اوله. لازم طبعا اكيد يكون في حد بيساعد في حشو الكرنب ده، خصوصا لو في كمية يعني. واحدة واحدة. بصوا الخلطة حمرا وجميلة ازاي. طبعا انا حاطة شوية اخضر على الوش كده، عشان في ناس بتحب الغامق، ما بتحبش الفاتح، فلازم نرضي جميع الاعضاء اللي في البيت مش جميع الاطراف، جميع الاعضاء. هنسقيه بقى بالشوربة. هنقول بس معلومة صغيرة كده يا جماعة. كمية الشوربة اللي هتحطيها، لو انتي مقطعة الطماطم صغيرة، ما تعديش السطر اللي تحت الاولاني، يعني يا دوب تقف كده. لكن لما بيبقى متسبك بيبقى محتاج شوربة اكتر، فالشوربة اكتر كده بقى ايه، يعني يا دوب يلمس معاكي السطر الاولاني. تهزيه كده الهزتين اللي بينزلوا الشوربة لتحت. بس انا هحط شوية شوربة كمان، لانه لما بيبقى متسبك فعلا ما بينزلش مية خلاص. حلو كده. بصوا الشوربة باينة. لو انا عاملاه بقى الطماطم متقطعة مش هبين الشوربة كده للناس، لان في ناس كتير بتعمل محشي حلو قوي بس ما بتعرفش تظبط السوا بتاعه. عاملين شوية فلفل، لان طبعا في كل بيت هتلاقي حد عاق ما بياكلش الكرنب. عاملين شوية فلفل لو وصلنا لحد هنا ولسه ما اشتركناش في القناة، يا ريت نشترك ونعمل لايك للفيديو. يلا نشترك، يلا الفيديو هيخلص شكرا وباي باي.